السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة منوعات أم ليلي. النهاردة بقدم لكم أدوات منزلية ولا أروع من كده. بصراحة حكاية، مش قادرة أقول لكم بقى على الجمال وكل الأدوات اللي هتقابلنا النهاردة. من سكاكين لحاجات كتير جدا هنتفرج عليها مع بعض. هنشرح كده حاجة حاجة هنشوفها مع بعض، وتعالوا نكمل مع بعض بقية الفيديو. بس قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك. ده كده معانا طقم سكاكين. طبعا ده حامل السكاكين بالسكاكين بتاعته. بصراحة حكاية. بصوا الأشكال والألوان جميلة جدا على كل الأشكال. ومعانا كمان الطقطوقة الصغيرة اللي بتتحط على الترابيزة. الطقطوقة دي بتحط فيها ملبس، بتحط فيها أي حاجة من أنواع المكسرات، بتبقى شيك جدا. معانا كمان طقم المقالي أو طقم الطاسة أو الجريلات اللي بتتحط على البوتاجاز، بتعمل منها أحلى كريب. معانا كمان الترمس الشاي اللي بنحط فيه، بنستعمله في الرحلات ونستعمله للمية السخنة. بصراحة ألوانه جميلة قوي. ومعانا مجموعة من المصافي بتصفي الخضرة والطماطم وغسيل الفاكهة وغسيل الخيار والفواكه. بصراحة جميلة. وده طقم صواني بنستعمله في الفرن على جميع الأغراض. تمام. معانا كمان الطقطوقة دي برضو فضي، التانية كانت ذهبي ودي اللون الفضي بتاعها. جميلة جدا من المحتوى اللي بتحط على القنصورة أو الترابيزة أو الصالون أو السفرة. طبعا كل الحاجات دي بنستعملها بالذات العروسة على البار وفي كل مكان موجود في الشقة. معانا كمان طقم الكوبايات اللي هي الكب كيك، اللي هي الورقية. بتطلع الكب كيك جميل وشكله شيك جدا ومغري جدا للأطفال. معانا مقوار الكوسة العجيب. بصراحة بيخلي الكوسة جميلة وبيطلع قلبها جميل قوي، بيحافظ على التكسير أو الشرخ من الكوسة. المقبض اللي فوق ده بيكون مسؤول عن ان هو يطلع قلب الكوساية بطريقة جميلة وبطريقة كويسة جدا جدا. ومعانا كمان الكوبايات الجميلة دي بتنفع الكابتشينو والنسكافيه، وبينفع فيها الشاي بلبن وحاجات كتير جدا جدا. طقم كوبايات جميل فرنساوي أصلي ممتاز لجميع الأغراض، للعصاير للمية. ومعانا كمان من نفس النوعية الأطباق اللي بتحط فيها الرز واللحمة والمكرونة اللي بنقدر نستعملها في المطبخ. ومعانا برضو طقم من نفس المستوى بتاع برضو العصاير، بتحط فيها عصاير باردة أو سخنة زي ما انتوا شايفين كده، الكابتشينو أو النسكافيه السادة أو الشاي أو أي حاجة انتوا عايزينها. ومعانا كمان المجات البيضة دي جميلة جدا بجميع ألوانها، في منها الأبيض وفي منها ألوان كتير جدا بتقابلنا. معانا كمان الطقم ده بتحط فيه بهارات في المطبخ، عمود كده بس بصراحة بيلم كل البهارات اللي موجود في معانا في المطبخ. ومعانا فرشة الشيش التركي، نظيفة جدا جدا وجميلة جدا جدا جدا. تمام. معانا الطقم دوت بتوزيع الشوربة. طبعا جميل جدا، بتحط على السفرة بيتوزع منه الشوربة والخضار. ومعانا طقم البراد اللي ممكن برضو تستعمليه على الترابيزة. الطقم ده أو ده فيه ليه ألوان كتير وبيستعمل لأغراض كتير أوي. تمام. ودي كانت معانا. طبعا ده طقم الآيس كريم أو طقم الجيلي، ممكن تعملي فيه فروت سلطات، أي حاجة أنت عاوزاها ممكن تحطها فيه. شوفوا دي ألوانه، في منه الفاتح وفي منه الغامق. بصراحة جميل قوي وشيك جدا. ومعانا الصواني الأكروبايركس دي برضو بتدخل الفرن، جميلة قوي وشيك جدا على السفرة. تعملي فيها مكرونة بشاميل أو جلاش باللحمة أو أي حاجة أنت عايزاها. والطقم الشاي ده برضو ينفع برضو تحط جنب كوباية الشاي ومعاه قطعة الجاتوه أو الباتون ساليه أو أي حاجة على الترابيزة. شوف الألوان والأشكال، بصراحة حاجة تحفة. ولا المجيط البيضة دي اللي متطعمة باللون الذهبي، بصراحة برضو جميلة قوي. وفي منها كام لون مش لون واحد بس. على فكرة الأدوات المنزلية جميلة قوي، ومن نوع إن الحاجات الجميلة دي والشياكة دي بتنفع لكل عروسة. يعني المفروض إن الحاجات الحلوة دي تكون في كل بيتنا أو في كل بيت مصري وعصري. طبعا في مجات كتير بأشكالها وأنواعها. شايفين الشياكة، شايفين الحلاوة، مفيش ولا أروع من كده. أنا عندي حاجات تانية كتير، المرة الجاية هنزلها لكم بأشكالها وأنواعها، وهحاول برضو أكتب لكم أسعارها. بصراحة
طقم الشرب ده حكاية، هو على السفرة كده بيتكلم عن نفسه من شياكته وطعامته وحلاوته. شوفوا برضو، ده برضو مجات القطة، بصراحة جميلة قوي وشيك، لما تيجي تقدمي فيها حاجة لطفلك بيبقى مبسوط قوي. وده برضو طقم برضو جميل جدا بيتحط على الترابيزة بتاعة السفرة أو الطقطوقة أو. ومعانا بقى هنبدأ بالمفارش. المفارش دي بتاعة أوضة النوم، بتاع السفرة، بتاع الصالون، بتاع أوضة الأطفال، بتاع أي مكان أنت عايزة تحطيه في أي شقة. في منها اللي متكلف بالجبير، وفي منها الفورير، في لها ألوان كتير وأشكال كتير وحاجات تانية كتير قوي، بصراحة جميلة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كل طقم بلون، كل طقم مطعم بالفورير، بصراحة جميل قوي وشيك جدا 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 جدا. هسيبكم تتفرجوا على الفيديو مع بعض على الموسيقى وتقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الشياكة الحلوة دي، وما تنسوش تنوروا قناة المتواضعة، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. معكم منوعة ومليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.